يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الفجر إلا من له عزم وجد. نعم عباد الله، صلاة الفجر والقيام لها صلاة مشهودة وعبادة محفودة، ومع ذلك تراها في دنيا كثير من الناس مفقودة إلا من رحم الله وقليل ما هم. إنسان لا يقوم لصلاة الفجر إنسان ملوم وعبد محروم، أوقع نفسه في الفعل المذموم، عصى ربه الحي القيوم وخالف أمر النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه ما ظهرت وآبت النجوم. تعالوا بنا معشر الآباء الأفاضل والإخوة الأماثل لنستمع إلى الخيرات والفضائل والبركات والنوائل. لمن؟ للعبد المتكاسل كلا، للعبد النائب المتخاذل كلا، للعبد المجدي العامل الذي يحرص على الخير لنفسه. وما أظن عاقلا ولا مسلما فاضلا بعد أن يلق الأذان ويسمع شيئا من كلام رسول الإنس والجان في هذا البيان إلا أن يسارع قبل أن يكون رهين المضاجع، وإلا أن يبادر قبل أن يكون ضجيع المقابر. لا أظن عبدا كريما يحرص على نفع نفسه إلا أن يحتم إن كان مقصرا وإن كان مفرطا في صلاة الفجر إلا أن ينفض عن نفسه غبار النوم والغفلة والإعراض. ومن كان مجدا مجتهدا مهتما معظما إلا أن يزداد شكرا لله ودواما على طاعة الله، ويعلم علم يقين بأن الله تعالى أراد له الخير يوم أن ساق قدميه إلى بيته سبحانه وتعالى. وكثير من أهل الإسلام في غفلة في نوم يسمع أو يعلم بمنادي الله سبحانه وتعالى يوم أن يقول الصلاة خير من النوم. وهذا النائم وهذا السائم هذا الذي في صحراء الغفلة عائم في سبات نومه، أنه بلسان الحال والفعال يقول النوم خير من الصلاة.